قبل ما أنوار المدينة توصل للكفور والنجوع، كان الليل في ريف مصر حالة، مش مجرد وقت، حالة من الصمت العميق بيقطعها بس صوت الهوا وحركة المية في الترع. في العتمة دي الخيال الشعبي رسم أسوأ مخاوفه ورماها في حضن النيل، ومن قلب الطين والمية العكرة اتولدت الأسطورة. مش لازم تشوفها عشان تعرف إنها موجودة، كفاية تسمعها. صوت ناعم مألوف، كأنه صوت حد وحشك وغاب. النداهة ما تناديش أي حد، هي بتنقي الصيد بتاعها بعناية، غريب سهران أو راجل ماشي لوحده، وبمجرد ما ترد على النداء بتبدأ الرحلة اللي ملهاش رجوع لغاية ما تصبح مندوب، جسم بلا روح ولسان تقيل شاف أهوال ما ينفعش تتقال. جذور الرعب ده مش وليدة اللحظة، دي بتمتد ل3000 سنة، لبردية فرعونية قديمة اسمها الأخوين. حكت مأساة باتا وأخوه الكبير أنوبيس لما مرات الأخ حاولت تغوي باتا، ولما رفض اتهمته بالباطل وقطعت هدومها. الآلهة خلقت ترعة مليانة تماسيح عشان تفصل بين الأخين، لكن باتا دفع الثمن غالي وضحى بذكورته ورمى جزء من عضو الذكر في النيل عشان ياكلوا سمك القرموط. ومن هنا ترسخت في الوعي فكرة إن المرأة والنهر هما مصدر الهلاك، وإن النداهة هي الوريثة الشرعية للعنة دي. ومش من بعيد في القرى المصرية عندنا قصة سعد، الشاب اللي قرر يتحدى الأسطورة. الروايات بتقول إنه كان بيسمع صوت بيناديه كل ليلة وهو راجع من الغيط، وفي ليلة قرر يواجه الصوت وخد معاه مصحف. تعالى شاف ست لابسة أبيض وشعرها طويل واصل للأرض، واقفة عند شجرة وبتقوله بصوت هادي: تعالى يا سعد، أنا مستنياك. ولما سعد فتح المصحف وبدأ يقرأ القرآن، ملامحها اتغيرت، قلبك فاضي يا سعد، وصوتها تحول لصريخ وحشي، وقالت جملة لسه بتتردد في الكوابيس: أنا بنده اللي قلبه فاضي وإنت قلبك بدأ يفضى. سعد أغمى عليه ورجع مذهول، وساب البلد كلها وطفش، وبيقولوا لسه صريخها بيتسمع في يوم 13 طوبة من كل سنة في نفس المكان. علماء الاجتماع لما درسوا الظاهرة اكتشفوا إن النداهة كانت عسكري درك للأخلاق في الريف. عايز تمنع الرجالة يسهروا للفجر ويصرفوا فلوسهم؟ خوفهم بالنداهة. عايز تداري على جريمة طار أو شرف؟ ارمي الجثة في المية وقول النداهة خطفته، وكده القضية بتتقيد ضد مجهول، والمجتمع ينام مرتاح البال إن الفاعل مش بشر. بس الوجه الأبشع للأسطورة مش الجن، الوجه الأبشع هو ظلم البشر. الملفات بتكشف إن النداهة كانت تهمة جاهزة لستات ضحايا أسطورة النداهة، زي حكاية ربيعة في مركز قوس، ست عجوزة عندها 86 سنة، عاشت وحيدة ومنعزلة، فالناس ألفوا عليها حكايات. وفي دجال اسمه الشيخ طاهر استغل وحدتها، وكان بيدفع لها قروش قليلة عشان تروح ترزع على بيوت العرسان بالليل وتخوفهم، عشان هو يجي الصبح يفك العمل وياخد فلوس. ولما اللعبة انكشفت الناس قالوا عليها الغول وحرقوا بيتها. ربيعة هربت للقاهرة تبيع خضار عشان تنجى من تهمة إنها عفريتة. ومأساة تانية لخليلة في الأقصر، ست طيبة كانت بتعالج العقم عند الستات بطريقة شعبية اسمها الخضة. كانت بتستخبى في الترع الجافة وتطلع فجأة تصرخ في وش الست المكبوسة في عز الليل. وفي مرة واحدة حملت فعلا بعد الخضة، بس بدل ما يشكروها أهل البلد قالوا إن خليلة بتسخر الجن وإنها نداهة حقيقية، وطردوها من البلد هي كمان. هنا الأسطورة كانت شماعة لقسوة المجتمع وجهله. وعلى فكرة النداهة مش مصرية بس، دي ليها اخوات في كل ركن في العالم. في المغرب عيشة قنديشة، سيدة المستنقعات اللي بتخفي حوافر المعيز تحت فستانها الأبيض.
وفي الخليج أم الدويس الجميلة اللي بتغوي الرجالة بريحتها وتقتلهم بالمنجل. وفي روسيا الروسالكة، أرواح البنات الغارقة اللي بيدغدغوا الضحية لحد الموت. وحتى في المكسيك لا يورونا الأم اللي بتبكي على أولادها اللي غرقتهم بإيديها. العالم كله اتفق على نفس الكابوس، الخوف من المية ومن انتقام الأنثى. الأدباء كمان شافوها بمنظور تاني. يوسف إدريس في روايته الشهيرة شاف إن النداهة الحقيقية هي القاهرة، المدينة اللي ندهت الفلاحين وسرقت براءتهم بأضواءها وزحمتها. أما العراب أحمد خالد توفيق فحولها في ما وراء الطبيعة لرعب علمي وجريمة بشرية منظمة، عشان يثبت إن الرعب الحقيقي مصدره النفس البشرية مش العفاريت اللي تحت المية. النهاردة الترعة اتبطنت والكهرباء نورت الشوارع، نظرياً النداهة ماتت، بس طول ما الإنسان عنده رغبة مكبوتة وخوف من المجهول، الأسطورة هتفضل عايشة. هي الصوت اللي جواك اللي بيقولك سيب كل حاجة وتعالى. السؤال مش هي حقيقة ولا خيال، السؤال هو لما النداهة تندهلك المرة الجاية هتقدر ما تسمعش؟